توقعاتي للمجموعة الثانية من كأس أفريقيا. المجموعة الثانية مجموعة المنتخب المصري، منتخب البلاك ستار غانا، الرأس الأخضر، ومنتخب الموزمبيق. نبدأ بالمرشح الأول وهو المنتخب المصري أو منتخب الفراعنة، أصحاب الأرقام القياسية في البطولة الإفريقية. المنتخب المصري يعتبر أكثر منتخب تتويجا بلقب البطولة برصيد 7 ألقاب، وكذلك يعتبر أكثر منتخب وصولا للمباراة النهائية في 10 مرات. المنتخب المصري هو صاحب أكثر عدد لعب المباريات في تاريخ البطولة برصيد 107 مباراة، وكذلك يعتبر أكثر منتخب فاز في البطولة. لو كان نقعدوا من هنا الغدوة الأرقام القياسية ما توفاش مع المنتخب المصري. الجيل وراء الجيل، ولكن أبرز جيل في تاريخ الكرة المصرية هو جيل الثلاثية، جيل محمد أبو تريكة، أحمد حسن، عصام الحضري، ووائل جمعة والبقية. الجيل اللي توج بثلاثة ألقاب في الكوب دافريك كأول إنجاز في تاريخ البطولة، ولكن هذه المرة بقيادة محمد صلاح المنتخب المصري يريد التتويج بلقب البطولة بعد أن خسرها في النسخة الماضية أمام منتخب السنغال. المرشح الثاني هو منتخب غانا أو المنتخب المنحوس اللي توج ب4 ألقاب في كأس أفريقيا وخسر 5 نهائيات في تاريخ البطولة. المنتخب الغاني سيدخل هذه الدورة بقيادة اللاعب أندري أيو اللي سيصبح من أكثر اللاعبين تواجدا في النهائيات الإفريقية برصيد 8 نسخ. نتعداو للمنتخب الثالث وهو منتخب الرأس الأخضر أو الكاب فيردي اللي يشارك في البطولة للمرة الخامسة في تاريخه. أفضل إنجازاته كانت بلوغ الدور ربع النهائي في نسخة 2013. آخر فرق المجموعة هو منتخب الموزمبيق اللي شارك في البطولة في 4 مرات سابقة، كانت آخرها في نسخة 2010. كانت هذه إحصائيات فرق المجموعة الثانية. اكتبونا في كومنتير شكون الفرق اللي مش تترشح للدور الثاني.